وفكرة جديدة ومعسلة جديدة غادي تعجبكم إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة وبمقادير في المتناول، بلا تمارة بلا تشباك. فأجوا تشوفوا معايا المقادير والطريقة. فعلى بركة الله غادي ناخد 500 غرام ديال الدقيق، تنكون مغربلاه مزيان. والدقيق الابيض غادي ناخد معلقه كبيره ديال اليانسون، ومعلقه صغيره ديال القرفه، وواحد راس معلقه ديال المسكه الحره. هذه كتعطيه واحد المذاق لذيذ بزاف لهاد المعسله. وهنا كندير عندي واحد 3 ديال المعالق ديال الزنجلان هكا طحنتهم. وكذلك ما تنساش الزعفران الحر اللي كيعطي واحد المذاق رائع وكتجي لذيذه. وهنا كذلك تنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الخل اللي كيعطيها كذلك واحد الفتاوى. وما كنساوش كنديروا شويه ديال الزبده او الزيت، يعني كاس مع مرش ديال العنبه. هنا كنضيف كذلك واحد 4 معلقه ديال الخميره الحلويات، وتنضيف كذلك شويه الملحه. وكنمزج مزيان هذا الخليط ديالي. وهنا كنضيف كيف ما كتشوفوا معايا واحد الكاس ديال ماء ديال الزهر، ولا ما كانش عندكم ممكن تخلطوه بداك الخنيشات ديال المذاق ديال الزهر. تضيفوا معاه كاس ديال الماء ديال العنبه، وهكذا وكتخلطوا مزيان الخليط ديالي. بعد ما خلطنا مزيان هاد العجين ديالي كيف ما كتشوفوا معايا كتجي شويه هكذا خفيفه. صافي دابا غادي نقسموها على 4 ديال هكذا ديال الكرات. صافي من بعد ما تنخليها ترتاح شويه دابا تنطلقها مزيان كيف ما كتشوفوا معايا كيف ما تنطلقوا العجين ديال الشباكيه. فهذه كتجي طريقه سهله وبسيطه بزاف وما تاخذ لكمش الوقت، كتحضر يعني في وقت هكذا سريع. اذا كما كتشوفوا معايا تنقطعها كيف بشكل هكذا يعني مستطيل. ودابا غادي نحاول نقسمها هكا على شكل طولي، يكونوا دوك السميطات شويه عرض، ما يكونوش هكذا يعني صغيورين او لا ضويقين في السمك ديالهم. صافي ودابا تندير هاد الطريقه كيف ما كتشوفوا معايا. تناخذوا في كل بلايصه تقريبا واحد الجزء هكا ديال العجين وتنقرصوه بسبانه، ومن بعد تنلاقيو طريف مع الطرف الاخر او نصف مع النصف الثاني، وتنجمعوه بهذا الشكل هكذا. وتنحاولوا هكذا من بعد نقادوها بالسكين باش تجينا هكا يعني متقاده. نتمنى ان الفكره تكون وصلاتكم اولا طريقه الشرح. هانتوما كتشوفوا معايا تنقص هكا بالموس اولا بالسكين، ومن بعد تناخذ كل جزء وتنلاقيه مع الجزء الثاني، وتنحاول نجبد هكذا العجين ديالي مزيان وتنقد الوسط ديالها. صافي وتنشكلها على شكل وريضه. يعني هذه الطريقه كتجي سهله وبسيطه بزاف، احسن من الشباكيه اللي تاخذ لنا الوقت في داك التشباك ديالها. اذا هانتوما كتشوفوا معايا الطريقه. نتمنى تكون العمليه واضحه. كنحاول نسرع شويه الفيديو باش ما نطولش عليكم. دائما كيف ما قلت لكم تنلاقي النصف الاول مع النصف الثاني، وكنحاول نجبد شويه العجينه بيديا باش هكذا، وتنحاول نجمعها بطريقه على شكل وريضه، وتنحاول هكا نضغط على الجوانب ديالها باش تجي على شكل وريضه كيف ما شفتوا معايا. وكذلك تنحاول بمساعده ديال السكين انني تنحاول نوسع لها شويه دوك الخيوط اللي تتكون في الوسط باش تجينا هكذا مشبكه. اذا نتمنى كيف ما قلت لكم تكون الفكره وصلات. هانتوما شوفوا معايا كيفاش تندير، وتنحاول نجبد العجينه مزيان ونديرها على شكل وريضه. اذا تنستمر هكا حتى كنكمل دوك الكريات اللي انا حضرتهم، ونكمل معكم ان شاء الله تتمه الوصفه. اذا انا كيف ما كتشوفوا معايا قليتها باش ما نطولش عليكم الفيديو، قليتها كيف ما العاده في الزيت سخونه شويه. دابا انا العسل ديالي انا هنا وجدته، وهذا عسل منزلي. صافي دابا من بعد ما قليتهم مزيان وحمرتهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا كيفاش تيجيو هكا معسلين. اذا هذه هي المعسله ديالي اللي حضرتها معكم. كما قلت لكم ما تاخذش وقت كثير، كتوجد بواحد الوقت قياسي بالطريقه يعني اللي انا درتها معكم، طريقه مختصره، طريقه سهله وبسيطه، وكيجيو بهذا الشكل هكا زويونين وتيجيو لذاذ في المذاق ديالهم. نتمنى انكم تجربوهم وتيجيو كذلك هشاش في المذاق ديالهم، يعني كتجي فتيه بزاف.
وهكذا كديروها في العلب وتوضعوها هكذا في المجمد، كتبقى واحد المده طويله ما تيوقع لها حتى شي حاجه، كتبقى فتيتيه. ونتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم، والى فيديو مقبل بحول الله ورمضان كريم.